لو انت من الناس اللي بيحبوا النشويات ومش قادرين يستغنوا عنها، وفي نفس الوقت نفسك تحرقي دهون جسمك من غير ما تحرمي نفسك من الرز والمكرونة والعيش، في الفيديو ده هقولك على 7 طرق تقدري تاكلي بيهم النشويات من غير ما تحسي انك محرومة، وفي نفس الوقت هتساعدك تحرقي الدهون وتخسي. هلو، أنا آية بلال، ويلا بينا نتكلم عن أول نقطة وهي دايت الكارب سايكل. أول حاجة خلينا نعرف بشكل مبسط هو إيه دايت الكارب سايكل. دايت الكارب سايكل ده معناه إنك بتبدلي بين أيام بتاكلي فيها نشويات كتير وأيام بتقللي فيها النشويات. يعني مثلا لو بتتمرني 3 أيام في الأسبوع أو بتروحي الجيم، خلي الأيام دي هي اللي نسبة النشويات فيها تبقى عالية، وباقي أيام الراحة أو اللي بتعملي فيها مجهود خفيف هتقللي فيها النشويات، وتخلي جسمك يعتمد أكتر على البروتين والدهون الصحية. طيب ده بيعمل إيه؟ ده بيخلي جسمك في حالة دايماً مستعد إن هو يحرق دهون، وبيحافظ على عضلاتك وهيحسن من أدائك في التمرين. تاني نقطة هي تأخير النشويات للجزء التاني من اليوم. يعني بدل ما تفطري عيش أو شوفان، خلي النشويات مع وجبة الغداء. طب ليه؟ علشان لما تبدأي يومك ببروتين ودهون صحية، جسمك بيعتمد على الدهون كمصدر للطاقة بدل ما يروح للنشويات، فكده انت بتدي جسمك فرصة يحرق دهون أكتر طول اليوم. وبعدين لما بتاكلي النشويات في النص التاني من يومك، كأنك بتقولي لجسمك شكرا، انت حرقت معانا دهون كتير النهاردة، خد بقى المكافأة الصغيرة دي. وتالت نقطة هي منع السكريات والسناكس. لو عايزة تحرقي دهون فانتي لازم تبطلي السكريات والسناكس. الحاجات دي بتعمل ايه؟ الحاجات دي بتزود السكر في الدم بسرعة، وبعدها بينزل تاني بسرعة، وده بيخليكي جعانة طول الوقت وبتاكلي أكتر. يعني بدل ما تاكلي شوكولاتة أو كيس شيبسي، ركزي على وجباتك الرئيسية وخليها متوازنة. ولو نفسك في حاجة مسكرة ممكن تاخدي قطعة فاكهة، بس بلاش يبقى طول اليوم برضه. وخليكي دايما فاكرة إن مش كل ما نجوع نروح ناخد سناك، لأ، إحنا لازم يبقى عندنا القدرة إننا نسيطر على نفسنا، وخصوصا أول فترة من الالتزام عشان دي اللي هتخلي جسمك يتعب. ورابع نقطة هي الصيام المتقطع. الصيام المتقطع هو أحلى حاجة أنت ممكن تعمليها لجسمك. ده بيبقى عبارة عن إننا بنصوم 16 يوم وما بندخلش جسمنا أي سعرات، وبناكل خلال 8 ساعات في اليوم. الصيام ده بيدخل الجسم في حالة فات أدابتيشن، يعني بيخلي جسمك يتعود يستخدم الدهون كمصدر أساسي للطاقة بدل ما يعتمد على النشويات. يعني بدل ما جسمك يبقى زي واحد قاعد مستني الأكل الجاهز علشان ياخد منه الطاقة، هو بيشتغل وبيجيب الطاقة دي من مخزون الدهون. ودي الطريقة المثالية علشان تحرقي الدهون وانتي مش عاملة أي حاجة غير ان انتي قاعدة مستنية وجبة الفطار. وخامس نقطة هي إنك ما تخلطيش النشويات مع الدهون. أيوة، ما بنخلطش النشويات مع الدهون في نفس الوجبة. ليه بقى؟ علشان ده بيخلي جسمك يخزن دهون بشكل أسرع. يعني لو هتاكلي مكرونة خليها مع فراخ مش مع كريمة ولا صوصات، ولو نفسك في العيش خلي معاه بروتين زي بيض أو تونة. فكري فيها كأنك بتقولي لجسمك أنا هديك يا إما نشويات يا إما دهون، بس مش الاتنين مع بعض، إحنا مش عايزين نخزن دهون النهاردة، شكرا جدا. والنقطة السادسة هي الرياضة وإنك تتمرني بذكاء. مش لازم تتمرني لحد ما تحسي إنك خلاص هتموتي علشان تحرقي دهون. السر في التمرين الصح، وده اللي هيخليكي تلتزمي. ركزي على تمارين الكارديو منخفضة الشدة زي المشي السريع وتمارين المقاومة. المشي مثلا من الرياضات السحرية اللي بيساعد جدا جدا في حرق الدهون. وما ننساش طبعا تمارين المقاومة، لأن دي اللي بتبني العضلات علشان ما يبقاش عندنا أي ترهلات في جسمنا وإحنا بنخس. والعضلات دي بتساعدك إنك تحرقي دهون حتى وإنت قاعدة بتتفرجي على التلفزيون. يعني نعمل شوية رياضة ونسيب جسمنا يكمل الشغل لوحده. والنقطة السابعة هي إنك تبقي فاهمة يعني إيه فات أدابتيشن. ده اللي بنتكلم عليه طول الفيديو. الفات أدابتيشن ده ببساطة معناه إن جسمك بيتعود يعتمد على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة
بدل ما يعتمد على السكريات أو النشويات. لما توصلي للحالة دي هتحسي إنك مش بتجوعي بسرعة، وإنك عندك طاقة طول اليوم وبتحرقي دهون حتى وإنت نايمة. وعلشان توصلي للحالة دي لازم تقللي السكريات وتلتزمي بالنصايح اللي قلناها. وأهم حاجة إنك تدي لجسمك وقت يتعود. الجسم عامل زي الطفل الصغير، لو عودتيه على حاجة هيعيش عليها معاكي. نفس الفكرة هنا، عودي جسمك يعتمد على الدهون وهتشوفي سحر. الموضوع بسيط جدا، محتاج شوية صبر والتزام، وهتشوفي فرق كبير قوي في جسمك وفي صحتك. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل علشان يوصلكوا كل حاجة جديدة بنزلها. ولو جربتوا اي حاجة من الحاجات اللي قلناها اكتبولي في الكومنتس ايه اللي اشتغل معاكم منها، واستنوني في فيديو جديد الاسبوع الجاي.